قال لي عند امي. قلت له عند امك؟ ده عند امك. بمناسبه شهر رمضان حابه احكي لكم على حاجه حصلت. جات لي مكالمه تليفونيه من واحده قالت لي حاجه غريبه حبتين. قالت لي كل سنه وفي نفس الميعاد كل الناس تفكر في شهر رمضان، التوبه لربنا، القرب منه، الا انا ربنا رزقني بحماتي بابور بيغلي وخليني ساكته عشان رمضان. انا مش عارفه الست دي ايه، رمضان عندها اسم محل المكواجي اللي قدامهم، ما تعرفش غيره. كل ما نقول لها رمضان تقول ده المكواجي، لا تعرف عباده ولا فارق معاها شهر فضيل. بابور قبل رمضان ما يجي بشهر كده تبدا تحمي البابور وتقول للمحروس جوزي هتفطر فين اول يوم يا قلب امك؟ يقوم المحروس رادد عندك طبعا يا ست الكل، هو رمضان يبقى رمضان الا والراجل تحت رجلين امه؟ تقوم هي ضحكه وبصلي وتقول لي تسلم يا ننعن امك، وتبص لي بقرف وتقول اصل الواحده ما تربيش وتكبر وتحس ان شقاها ده ما راحش على الارض غير لما ضناها يفطر معاها اول يوم، خصوصا اول يوم، ولا ما يبقاش راجل. كل ده وانا عماله ابص لها وبغلي من جوايا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيده. وتكمل البابور وتقول الراجل ما يبقاش راجل لو ما فطرش عند امه اول يوم. لا لحد هنا بقى وكفايه. بقول لك ايه يا ست انت، انا شلت المراره من اللي ابنك وعياله عاملينه فيا، انما السنه دي كله كوم واول يوم رمضان كوم تاني. ترد وتقول لي كوم ايه؟ الكوم ده الغسيل اللي مرمي على كنبتك بقاله اسبوع ما اتطبقش. انا ابني حبيبي ما يخبيش على امه حاجه ابدا. ارد واقول لها يا ست انت انا محترمه سنك مش عايزه اغلط فيكي. ترد وتقول لي سني مين اللي بتتكلمي عليه؟ انا اصبه منك ومن امك. لا انا كله الا امي. وهنا يتدخل المحروس في الكلام ويبرق لي ويقول لي انا عايزه افهم حاجه، انت ايه اللي حشرك دلوقتي؟ امه بتتكلم مع ابنها، انت ايه اللي يزعلك اصلا؟ قلت له اللي زعلني ان احنا كل سنه بنفطر عند امك اول يوم، هو انا امي ملهاش حق عليا؟ تدخل البابور وتقول حق مين يا ام حق؟ انت عايزه تضحكي الرجاله اخواته عليه؟ انا ابني طول عمره راجل. رديت وقلت لها لو سمحتي ممكن اقول لك كلمتين؟ هو انا امي ما خلفتنيش زي ما انت خلفتي الراجل ده، وما ربتنيش زي ما انت ربيتي الراجل ده، ما صرفتش عليا زي ما انت صرفتي على الراجل ده، هو انت ليكي حق وهي ملهاش؟ انا امي ما خلفتش